اللي في الصورة ده اسمه حمادة، واللي جنبه دي مراته، والأم دي اسمها نادية. حمادة شغال سواق، في يوم لقى الست الكبيرة دي نايمة في الشارع. اكتشف إن أخوها طق، ردها من الشقة، وابنها مسافر بره ومسألش عليها من سنين طويلة وملهاش حد غير ربنا. حمادة كان عنده قلب كبير، وقرر إنه ياخدها ويأجر لها شقة جنب بيته ويتكفل بإيجارها الشهري، وكل يوم يجيب لها الأكل، ولو محتاجة علاج يجيب العلاج، ولو محتاجة دكتور يوديها للدكتور. وقرر إنه يعاملها معاملة الأم بالظبط. وكل ده كان ورا مراته اللي خاف تعرف فتزعل إنه بيصرف على وحدة غريبة. في يوم مراته عرفت بالقصة، وقررت إنها تشارك حمادة في الخير اللي بيعمله، ويجيبوا الست دي تعيش في نفس البيت اللي هم عايشين فيه، ويتكفلوا بكل احتياجاتها، وتكون الزوجة هي الخو أدمة بتاعتها من كل شيء. وحمادة اللي سواق توك توك مطلوب منه يوفر لها علاجها ودكتورها واحتياجاتها الشخصية. حمادة ومراته اللي هم فيه أشد الاحتياج للمال، علشان ما عندهمش دخل غير شغل جوزها سواء، كانوا أكتر إنسانية من الأخ والابن على أم ماري فاقدة للبصر، ورجليها مقطوعة بسبب ما رد السكر. لكنهم لا كانوا أنانيين ولا قلبهم مش أحد ولا قالوا ملناش دعوة. كانوا أكثر رحمة على الست دي من أقرب الناس ليها. الابن اللي رمى أمه سنين وسافر بره مصر